أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت الأخ أبو عائشة الفضلي يقول: جزا الله العلامة الفوزان خيرا وأحبك في الله يا شيخ صالح. وأول أسئلته يقول: قولهما القرآن دستورنا، ما حكم هذه العبارة وما معنى الدستور؟ نعم، العبارة لا بأس بها، والدستور معناه المنهج الذي تسير عليه الدولة ويتبع له الرعية في ذلك. فالقرآن هو منهجنا الذي نسير عليه، نحلل حلاله ونحرم حرامه، ونؤمن بمتشابهه ونعمل بمحكمه، ونؤمن بمتشابهه ولا نحيد عنه يمنة ولا يسرة، ولا نستورد الأنظمة من الكفار ومن البشر الذين ليس عندهم علم، والذين لا يسيرون على كتاب ولا على منهج، وإنما يتبعون أهواءهم وما تشرعه لهم ظلالهم وطواغيتهم، أو يشرعه لهم الذين لا يؤمنون بالآخرة من الأنظمة ومن القوانين الوضعية. فالعباد لهم منهج شرعه الله، لا بد أن يسيروا عليه وأن يتعاملوا بموجبه، ليسوا بمهملين. نعم.